انتوا عارفين ان في علبة كحك ب39,000 جنيه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل كحك. يلا بينا نعمل كحك. يلا بينا بقى نعمل الكحك. مفيش اسهل من الكحك. تعالوا اقول لكم بقى طريقه ماما. وعايزه اقول لكم ان الكحك بيطلع دايب وناعم جدا جدا جدا. واحنا مش من الناس اللي بتشتري الكحك، احنا طول عمرنا بنعمل الكحك في البيت. طبعا انا السنه دي ما كانش ليا نفسي اعمل اي حاجه، بس عشان افرح الاولاد. فتعالوا اقول لكم بقى اسهل طريقه. معانا الاول كوبايه ميه دافيه فيها معلقه خميره صغيره ومعلقه سكر، هنسيبها تخمر. نحطها على جنب كده عشان هم ايه، في ثواني هتدلق مننا. معانا بقى انا هعمل 2 كيلو دقيق، بس 2 كيلو دقيق. معايا عليهم كيلو زبده مسيحاها. احنا بنقدح الزبده او السمنه يعني، بس انا بحب زبده صفراء. ودول تقريبا 3 معالق كبار سمسم، ودول معلقتين لبن بودره، ومعلقه ونص نشا. دي التركايه اللي ماما لسه قايله لي عليها ان هي جربتها السنه دي، فاحنا هنجربها. معلقه ونص نشا كده او معلقتين، ودي معلقه ممسوحه بيكنج باودر. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حفره. نعمل حفره كده في النص، احنا مش بنحفر في الرمله. حفره كده في النص بس صغيره. ايوه بس يا ما تعكش ايدك كلها. نفض ايدك. طبعا غسله لهم ايديهم عشان انا عارفه ان ايه هيقعدوا يعكوا معايا. ثواني بس، عملنا الحفره. لا سيب ايدك كده عشان لسه هنخلص يعني. نحط بقى ايه السمسم. ثواني بقى حبيبي. حط نشا. يلا كله. وانت يا كان حط اللبن. لا استنى تاخد ايه، استنى بس يا زوزة حط كله. يلا يا نهار ابيض، اول سنه اعمل الكحك بالدوشه دي. يلا حط اللبن في النص هنا. يلا كوكا شاطر. نحط اللبن ونحط بقى البيكنج باودر. يلا بسرعه شاطر. بس ما تحطش ايدك، استنى. يلا نلم الحاجات دي. بصوا بقى المرحله الجايه ما حدش هيحط ايده عشان هي سخنه. اوكي انا احط معاك. لا والله دي سخنه. بس نقلب دول كده. يزن سخنه يزن والله. ثواني بقى. هنقلب بس ايه كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي. انا ليه حاسه ان السمسم قليل؟ ازود سمسم ولا اعمل ايه؟ ولا هو هيبقى ازود؟ طيب نزود سمسم. لا هو ان شاء الله يبقى باين. طب هنجيب حبه سمسم تاني. مش الخميره ما بتخمرش، مش عارفه ليه. هنقلب بقى دول كده. قلب. اتفضلوا قلبوا. يلا ما احنا مش هنخلص غير لما يحطوا ايديهم معايا في الكحك كله. خلاص يلا بس خلاص بقى كفايه. نفض ايدك. يا ابيض مبسوطين؟ ماشي. اوعى بقى المرحله الجايه دي محدش يحط ايده معايا. تمام عشان دي سخنه قوي. ننزل بقى بالسمنه او زبده. طب انزل تحت شويه عشان تبقى باين. هيكون زبده ولا ما حدش يحط ايده بجد. سخنه. ماشي سخنه دافيه. طيب هنقعد بقى ايه نلم بقى وندس الايه الدقيق مع السمنه. بس اعملهم بس يدخلوا كده في بعض. واوريكم بقى اهم خطوه في الكحك يا جماعه، ان احنا ندخل الدقيق كله في السمنه. كل المكونات كده. دي مش المرحله دي. كل المكونات تدخل في بعض. يعني كده الثانيه ضاعت. انهي تانية بتاعتك؟ انا مالي. ريحتها حلوه. حاطط مناخيرك ليه في طبق الدقيق؟ ريحتها تحفه. ريحتها تحفه ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يطلع حلو. نعم. نبدا بقى ايه ندخل الدقيق في السمنه. ماشي. انا كده باينه يا عم. مش مهم ابان، المهم ان الكحك يبان. سيبه يا زوزه سيبه. لا سيبه. العجن الكحك مع العيال صعب. انا عماله بدادي وحايل. نقعد بقى نبس الدقيق. بجد دي اصعب مرحله، ان احنا لازم نقعد نبس الدقيق. بسيت العجينه مش قادره اقول لكم لحد ما بصوا بقت عامله ازاي. بقت مفروله كلها. السمنه كلها دخلت في الدقيق. كل المكونات دخلت في بعض. فيلا بقى نحط ايه الخميره خمرت. مرحله العجن مش عارفه احطها كلها ولا ايه، بس يعني تقريبا كلها. حاسه ان هي قليله اصلا كمان. نبدا بقى نلم العجينه. ايه لا ما تحطش ايدك يا. طب اعمل لهم لايك بسرعه. اعملوا لايك بسرعه عشان قبل ما نخلص الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك
في الكومنتات. في اصحاب تحدي. هو اللي انا بعمله ده تحدي فعلا، مع اني بعمل الكحك كل سنه، بس الكحك مع العيال دي صعب صعب صعب. العمايل معاكم صعبه. عايزه اقول لكم ان انا اكتر واحده ايدي ضعيفه جدا جدا جدا. فبصوا هاجن براحتي كده وهوريكم بعد ما تخلص، يعني مش هقعد اصور وانا بعجن عشان اخد راحتي كده في العجينه. خلصت عجن العجينه، شقيت بجد بس بقى اهم حاجه، بس شكلها عامل ازاي بجد، ريحتها تحفه. بصوا بقى اهم حاجه ان احنا نعمل ايه، نكور استنى، بس اهم حاجه ان احنا لما نيجي نعمل كده تمام ونعمل كده ما تشققش. شققت؟ لا، برافو امنيه. شايفين ما شققتش ازاي؟ بصوا العجينه عامله ازاي، جميله ازاي. نعم. العلبه ام 39,000 تقريبا كده. لا بهزر يا جماعه، ما كملناش 250 جنيه. بصوا بقى انا اصلا بحب اعمل ايه، كور صغيره كده، وهستخدم بقى البصامه. هنعمل كده، بصوا شكله حلوه، بصوا شكله جميل او باينه. هنعمل بقى، بصوا بقى شكله حلو قوي بالبصامه. في بقى المنقاش، وفي بقى حاجات كتير قوي تقدروا تعملوا بيها اشكال. احنا بقى هنروح نشكل الكميه دي كلها، لان هم هيقعدوا كتير معايا يشكلوا، ونقعد نهري كتير، وده الكحك مع العيال في العيد. يعني انا كل سنه بعمله، كانوا هم لسه صغيرين تقريبا. فهنخلص كل ده واوريه لكم لما نخلص، وبعد التسويه كمان. شايفين بقى الجمال، خلصت 3 صواني تقريبا. بصوا الصينيه دي ما شاء الله ما شاء الله، شكله تحفه. وكله بصوا كله مقاس واحد ازاي. طيب ده مش معمول يدوي؟ فرق ايه والنبي عن 39,000 جنيه. بصوا التفاصيل، بصوا لي كده على التفاصيل. يعني ربنا يستر في التسوية. هو ياخد في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة مش اكتر، ويمكن اقل كمان لان هو سادة. فتعالوا بقى نشوفه بعد ما يخلص كده ونسويه هيبقى عامل ازاي. بصوا اول صاج طلع، هو اتلسع شويه من تحت بس يعني حلو. شايفين شكله؟ لسه ما حطيناش السكر. باقي الصواني التسويه بتاعتهم هتظبط، لان دي اول واحده. ممكن ثواني اوريها للناس، اوريها لهم بس هتتبهدل مش مهم. بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال. شايفين؟ هي بس دي قرمشت مني شويه. باقي الصواني بقى هوريها لكم، بس طعمه يجنن. طعمه ايه يا يزن؟ حلو صح؟ طعمه يجنن. المهم ان هو عجب العيال. طعمه ايه يا زوزة؟ قول لهم يلا طعمه ايه؟ طعمه يجنن، وانا اهو قدامكم دلوقتي في الفيديو. انزل تحت اتكلم كده يلا. طعمه ايه يا يزن؟ طعمه تحفة تحفة تحفة. الف هنا حبيب قلبي. المهم ان هو عجبكم. انت فنانة في البتاع ده، في الكحك. ماشي حبيب قلبي. بصوا بقى نص الكميه خلصت. في مني اللي طلع محروق سنه، وفي اللي طلع مظبوط. الصينيه دي طلعت مظبوطه. بصوا شكلها، بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. شايفين؟ طعمه تحفه وعجبهم كلهم هنا في البيت. حلو قوي. ورشيت بقى على دول كده سكر، والباقي هيطلع هحطه عليه واكمل باقي الباقي سكر. عايزه اقول لكم ان ال2 كيلو دي مطلعين كميه ما شاء الله كبيره جدا. ليه بقى كحك ب 39,000 جنيه؟ ما احنا عملنا الكحك اهو